السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين قناتي تي في، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. معكم ياسر حمد الله من قناتي تي في مع فيديو جديد وشرح جديد. فيديو النهاردة وشرح النهاردة هيكون عن تنزيل قناة الفلوجة على القمر المصري نايل سات. القناة تعمل بتقنية SD، يعني الرسيفر بتاعك لو رسيفر SD أو HD تقدر تنزل القناة عادي بدون أي مشاكل، بس تتبع الشرح والخطوات التالية. يلا نبدأ طريقة تنزيل القناة وإضافة التردد لو مش موجودة في قائمة الترددات. لكن لو أنت مش مشترك في القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو حصري وجديد. وكمان لو عجبك الفيديو دعمنا بلايك وسيب كومنت إنك عرفت تنزل القناة ولا لا. يلا نبدأ طريقة تنزيل القناة. من الريموت كنترول تضغط زر القائمة الرئيسية منيو وتقلب يمين وشمال لحد ما تجيب علامة التركيب أو أمر التركيب وتضغط أوكي. من قائمة التركيب تنزل على قائمة الترددات وتضغط أوكي. من قائمة الترددات أول حاجة تتأكد إنه القمر نايل سات، بعد كده على طول تضغط على الزر الأخضر لإضافة تردد جديد. أول ما تضغط على الزر الأخضر هتظهر معاك قائمة إضافة التردد. نكتب التردد الخاص بالقناة وهو 11353. تردد القناة 11553. التردد 11553، عفوا 11553. تنزل على القطبية تخليها حرف V أو عامودي. تنزل على معدل الترميز تكتب 27500 وتنزل على كلمة حسنا أو حفظ وتضغط أوكي. هنا بيقول لك إنه التردد موجود بالفعل في قائمة الTB أو الTB موجود بالفعل. تنزل على كلمة حسنا أو نعم وتضغط أوكي. كده احنا عملنا إضافة للتردد. نضغط أوكي تاني على التردد هتظهر علامة صح. أول ما تظهر علامة صح على طول تضغط على الزر الأزرق للبحث عن القنوات. أول ما تضغط على الزر الأزرق هتظهر معاك قائمة فرعية زي كده. في القائمة دي تروح على قنوات مجانية فقط تخليها نعم. قنوات تلفزيون وراديو أنا هخليها TV. بحث النت أو بحث الشبكة تخليه مغلق أو لا، وتنزل على كلمة بحث وتضغط أوكي. كده بدأ الرسيفر يعمل عملية بحث عن جميع القنوات الموجودة على التردد، وأول ما يخلص بحث هيقول لك هل تريد الحفظ. تنزل على كلمة حسنا أو نعم وتضغط أوكي. كده احنا عملنا إضافة للتردد وعملنا بحث عن جميع القنوات الموجودة على التردد. نطلع من القائمة ونشوف القناة نزلت ولا لا. قناة الفلوجة TV. ندور على القناة هنلاقي القناة موجودة في آخر القنوات في الرسيفر، قناة الفلوجة TV. هذه القناة نزلت بدون أي مشاكل على القمر نايل سات على التردد الخاص بها وهو 11553 على 27500 حرف V أو عامودي. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص وشرح النهاردة خلص. انتظرونا بكل حصر وجديد على قناتكم على اليوتيوب قناتي TV. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.